ايه السر ان البرامج غاليه جدا؟ يعني على سبيل المثال عندنا وزارات مصريه بتشتري بمليارات الجنيهات انظمه. هو لنفس السبب اللي احنا قلناه مع المشكله اللي احنا دايما بنقع فيها هنا في الكالتشر بتاعتنا او الثقافه المصريه، ان احنا دايما بنبقى عايزين نروح لاحسن حاجه. الميزه هو ايه؟ ان انا لو الميزه ان الاجهزه الدوله بتروح على الستاندرد. اصل الستاندرد دي كلمه مهمه قوي. الستاندرد ده اللي هو ايه؟ المفروض ان انا لما هاجي اعمل حاجه غلط في الابلكيشن هيقول لي لا ما ينفعش. دي بقى نحط تحتيها 50 خط. كلمه لا ما ينفعش دي ده فلوس كتير قوي. حاجه كويسه ان اجهزه الدوله بتفكر كده. طب ايه الوحش؟ الوحش ان احنا عمرنا ما هنقدر. ده الناحيه الثانيه بقى. طب احنا ما عندناش حاجه مصريه بتعمل ده. طب احنا لو بقى حاجه عندنا مصريه بتعمل الستاندرد ده هنبقى احنا في حته ثانيه خالص. طب لو احنا بقى عندنا حاجه مصريه بتعمل الستاندرد ده ومفيش حد بيدعمها، اكنها ما اتعملتش. مش هيبقى عندنا صناعه اي ار بي في مصر بس بالستاندرد. مين بقى اللي يحط الستاندرد؟ ده موضوع كبير قوي. حاجه تانية، هو انا ليه مثلا في مصر مثلا احنا السيستم بتاعنا مثلا بيعمل كل حاجه مع الضرايب؟ طب ما هو برضه الشركات التانية بتعمل كل حاجه مع الضرايب. مين اللي اولى؟ طب ما تيجوا تشوفونا احنا بنعمل ايه، بنعمله ازاي. ادينا سيرتيفيكيشن، قول ان انت السيستم بتاعك ده سيرتيفايد من الضرايب، وانا هخلي اي مستثمر يجي مصر ياخد السيستم ده. الزامي ياخد السيستم ده او اي سيستم تاني سيرتيفايد من الضرايب. في الحاجات دي كده هناخد حاجه من لا شيء نتكلم عليها نطلع بشيء، نطلع بحاجه براكتيكال. يعني انا مع رجال الاعمال لما بنقعد نتكلم معاهم وبنطبق الانظمه دي بتاعتنا عندهم، بنخليه فعلا. طب انا لو اخرت الديل ده وقدمت الديل ده، هي بالظبط كده. السيستم على طول بيحسبه له، يبقى انت هتكسب قد ايه وهتخسر قد ايه، الاوبورتونيتي كوست بتاعك هنا هتبقى تكلف قد ايه. عقل البيزنس بالظبط. كانوا غير بس ان هو بيعظم الارباح، هو كمان علشان الكنترول اللي الابلكيشنز بتعمله بتقلل الخسائر. اصل احنا بننتجريت مع المكن برضه. يعني انا السيستم بتاعي بيبقى موجود على المكن زي ما هو موجود على البيزنس. يعني ايه موجود على المكن؟ يعني مثلا انا عندي في السيستم كل المكن بتاع المصنع هو موجود على السيستم. كل قطعه الغيار دي المفروض لما هتركب تعيش قد ايه، والصيني منها يعيش قد ايه. كويس. طيب ليه ده؟ اصل انا لما باجي اعمل خطه انتاج مثلا، يعني الخطه دي بتتعمل على المكن بتاع ريسورسز، فالخطه دي بتنزل على المكن بتاع ريسورسز، فالمكنه بتبقى عارفه هي شغاله على ايه واللي بعديها هي ايه، وعشان الشغل اللي بعديها ده يحصل هي محتاجه تجهيزات ايه علشان تنزل. كويس. فاحنا ده كله عارفينه. يعني انا كصاحب عمل باللابتوب بتاعي هبقى شايف كل مكنه، الانتاج امتى، التصدير هشحن ازاي، كل عامل عمل ايه، كل ده باين في البرنامج. والاوردر اللي متاخر ده مش بس كده. طبعا بقى مش باللابتوب، هو من الموبايل اكشلي. مش بس ان هو ايه اللي خلص وايه اللي ما خلصش، لا، هو ايه اللي خلص وايه اللي ما خلص، واللي ما خلصش ما خلصش ليه، واللي كان ما خلص كان المفروض يخلص امتى، ولما ما خلص فزاد الوقت فالتكلفه زادت قد ايه. فاللي انا كنت متخيله ان انا هكسب منه 100,000 جنيه انا دلوقتي هكسب منه 98,000 جنيه و500. كويس. الفرق ده راح فين؟ قيود محاسبيه وستاتستكس وموضوع كبير قوي. فبيوفر احتياجات لصاحب العمل الصرف على عماله كتير قوي. ويا ترى بقى كانوا هيطلعوا لي الداتا دي اكيوريت ولا لا؟ اللي احنا في الاخر بنتكلم على حجم داتا عملاق. انت حضرتك دلوقتي بتكلمنا على كاب، صح كده؟ صح. احنا عاملين اللي الشركات الكبيره ما عملتوش. يعني احنا عاملين مثلا SLA سيرفيس لاير اجريمنت. يعني ايه سيرفيس لاير اجريمنت؟ الادارات بقى اللي في الشركه دي كلها مش بتتعاون مع بعض؟ طبعا. حلو. الادارات اللي في الشركه اللي بتتعاون مع بعض دي، مين يقول ان الاداره دي بتقوم بشغلها صح للاداره الثانيه؟ مثلا مثال، انا مثلا عملت طلب صرف من اداره الحسابات، بنقعد نعمل، المفروض الناس بتوع الكواليتي الQA الكواليتي اشورنس بيقعدوا مع الناس دي. انا اعرف ان المفروض متوسط التاسك دي بتاخد قد ايه، بتتحط في السيستم. طب انا كاداره IT قمت عامل طلب صرف، الراجل طنش، على طول السيستم عارف ان الراجل طنش، بتقوم عامله تاثير على الKPI بتاعت الاداره. فهو على طول مدير الاداره شايف ان في حاجه اتاثرت، فهيقعدوا يراجعوا نفسهم ويصلحوا نفسهم، الى ان احنا الحاجه لما تتعمل من الاداره دي للاداره دي امر شحن مش عارف ايه اي حاجه، مفيش اصل وفصل. في اصل ان احنا اتفقنا في الاول على سيرفيس لاير اجريمنت بين الادارات كلها علشان كل واحد يبقى بيقوم بدوره باكمل وجه. فبتيجي اخر الشهر كل ده بيترجم عندنا في برنامج الHR لمرتبات، لفلوس، لمين يتخصم منه ايه، من غير بقى اصل هو قال وهو عمل. الموضوع راح في سكيل تاني خالص.